السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. اليوم جبت لكم ان غاتو. هاد الكاطو هذا بزاف اقتصادي بالنوات كوكو وبزاف بنين وسورتو يقطع لكم بزاف. انا هنا قطع لي واحد 27 حبه هكاك. حبات يجوا ماهم كبار ماهم صغار وبمكونات اقتصاديين و سورتو يجي طري. شوفوا كيفاش هنا قسمت لكم حبه جا فريمون يدوب في الفم وحاجه باينه. هاد لو غاتو هذا تقلعوا به هذيك الحيره تاع شان ندير اليوم وباش نتقهوى ايتو. راكم عارفين سورتو اللي عندها الولاد الصغار ولا. بون نبداو بالمقادير. عندي 125 غرام تاع مارغارين، عندي نص كاس سكر، زوج مغارف كبار مايزينا، زوج مغارف كبار تاع نوات كوكو، كيس خميره حلويات، حبه بيض وزيت دو سيترون ولا فارين باش نلمو. في الاناء هنايا نجيبو هذيك 125 غرام تاع المارغارين، 125 غرام. بلا سباتول غادي نخدمو جوست بلا سباتول، نديرو عليها نص كاس تاع سكر كريستاليزي معناتها حبيبات، حبه تاع البيض كامله ومبشور الليمون. انا ما بغيتش ندير لافاني، بغيت ندير مبشور الليمون باسكو هاد الجاتو غادي من بعد نزينه بالكونفيتور دابريكو يعني مربى المشمش. كيما نعرفوا مربى المشمش يتمشى بزاف مع لو زيت دو سيترون ويتمشى ايضا مع نوات كوكو اللي هي جوز الهند. نخلطوا المكونات جيدا بلا سباتول حتى يدوب هذاك السكر في هذيك لا مارغارين وهذيك الحبه تاع البيض تدخل تري بيان في المزيج. فوالا هنا راني خدمت هذوك المكونات مع بعض غير بلا سباتول ولا تنجموا ديروا فوي. نزيد لهم هنا زوج مغارف كبار تاع نوات كوكو. هنا السر تاع نوات كوكو يخلي الحلوى ولا الكاطو تاعنا تجي فيه حاجه هكا، حاجه سبيسيال. فوالا نزيدو زوج مغارف تاع المايزينا. الدور تاع المايزينا غادي يخلي الكاطو تاعنا يجي طري بزاف. فوالا ندخلو المكونات جيدا ونبداو نزيدو في لافارين، في الفارينه بشويه بشويه، ونزيدو لها كيس خميره حلويات. فوالا هنا راني نزيد في كيس خميره الحلويات ونزيد لافارين بشويه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه بيان سور. بات سابلي، فوالا بات سابلي عادي. انا هنا نكمل نخلط حتى تتلم العجينه. شوفوا كي تلمت هنا راهي طريه، خليتها طريه. وهنا دات لي واحد زوج كيسان ونص تاع فارين. وانتوما سا ديبون لا فارين اللي ديروها اسكو تشرب بزاف ولا لا. انا هنا دات لي زوج كيسان ونص. فوالا نخليها ترتاح دو كوتي ونروح نشكلها. هنا قسمتها اون دو. فوالا شوفوا كي تقسموها وتشوفوا كومسي راهي فيتي، كي شغل راهي مورقه. هنا تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي ناجحه. غادي نشكلها كريات. تنجموا ديروا بالميزان ولا ما بغيتوش ديروا بالميزان كيفي نعطيكم هذه الطريقه باش يجوا الحبات كيف كيف. تشكلوا ان بودان ولا حربوش ومن بعد تقطعوه بالخدمي، تقطعوه فوالا بواسطه السكين افيك ان كوتو قطع متساويه. ومن بعد تبداو تكوروا في الحبات تاوعكم او ميم طون. هنايا عينكم ميزانكم وتقارنوا الحبيبات باش يجوا كامل كيف كيف وكامل بحجم واحد. فوالا هنا نكمل الكميه كاع ونديرها في البلا اللي يدخل للفور. بيان سور الفور يكون ديجا مسخن من قبل، ان فور بري شوفي على لافونس، ونخلوها طيب واحد 10 مينوت. شوفوا الا كان الفور تاعكم حامي بزاف بزاف تخلوها 10 مينوت. هنا ماشي اوبليجي نشعلوا عليها باش تحمر من الفوق. وإلا كان الفور تاعكم موين تخلوها 12 مينوت ماكسيموم. فوالا ابخي هنا ما طابت. شوفوا كيفاش تنفخت وتفرزرت، تجي فريمون شابه بزاف بنينه. كيما قلت لكم نطيبوها ابلون ما نحمروهاش من الفوق. نخلوها دو كوتي تبرد ونروح نجيب كميه تاع جوز الهند اللي هي نوات كوكو. هاد جوز الهند غادي نحمصه باش يدي لي هذيك لا كولور هذيك، يجي محمر.
فوالا شوفوا كيفاش ولا هذاك جوز الهند ولا نوات كوكو. وهنا عندي مربى المشمش، بيان سور حنا توجور نبغوا نستعملوا مربى المشمش و ما زهر. هنا ما زهر باش نخفف هذاك مربى المشمش ولا كونفيتور دابريكو، نخلطه تري تري بيان، ندير قطرات حتى المزيج يولي شويه سائل. فوالا ندوب هذاك الكونفيتور هذيك في ما زهر ونبدا نغطس بالحبه. فوالا نغطس حبه ونرمدها من الفوقه في نوات كوكو هذاك اللي كنت حمصته ولا حمرته من قبل. فوالا شوفوا تنجموا ديروا نوات كوكو تخلوه بيض. انا درت كميه بنوات كوكو هذا المحمر وكميه بنوات كوكو الابيض. فوالا نقعد كي من هكا نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. شوفوا هذا الكاطو والله غير بنين بزاف، ماذا بيا تجربوه، اقتصادي. اوليو اللي تولي خطره خطره تشري هذيك بيمو ولا تشري غوفخيت، ولا دو بريفيرونس ديري كاطو في الدار، حاجه مصنوعه على يدك وتشد لك وبمكونات اقتصاديين. وفوالا هذه هي، نتمنى لا غوسيت تعجبكم، نقول لكم باي باي.